ما لازم جهازك يبقى بطيء وانت بتمنتج علشان مش بتستخدم الطريقه دي. اعمل سيف، تعال اقول لك الحل. بص يا فنان، في حاجه اسمها بروكسي. ده ببساطه عباره عن انه بيعمل لك نسخه خفيفه من الفيديو كواليتي اقل عشان تقدر تمنتج عليها بدون تهنيج او لاج. الفكره انك بتشتغل على النسخه الخفيفه وقت المونتاج، ولما تخلص شغلك البرنامج بيطبق لك التعديلات دي كلها على النسخه الاوريجينال. كده تقريبا انت فهمت يعني ايه بروكسي. ازاي نعمله بقى؟ هنروح على البروجكت بانل وهنختار الفيديو بتاعنا اذا كان كليب واحد او اكتر من كليب، كليك يمين وهنختار بروكسي وبعدين كرييت بروكسيز. هنخلي الفورمات على كويك تايم، وهنخلي البريسيت برو ريز ميديوم ريزولوشن، هنخلي الديستنيشن بتاعته جنب الفايل الاساسي وهندوس اوكي. هيروح معانا دلوقتي على الميديا انكودر ويبدا يرندر على طول. بعد ما الميديا انكودر خلص الريندر هندوس على العلامه دي توجل بروكسي، هناخدها نسحبها هنا وندوس اوكي. طول ما دي ازرق فاحنا كده شغالين بالبروكسي. طب دي لو مقفوله احنا كده شغالين بالنسخه الاوريجينال. وبكده تقدر تشتغل على الفيديو بتاعك بكل سهوله وسلاسه. ولو حابب تشوف من المحتوى ده تاني اتاكد انك عامل لي فولو. سلام.